باختصار شديد كلمة التضخم كلنا بنسمعها. ده يقول لك عنده تضخم في ودانه، ده عنده تضخم في الكلى، مش كده؟ ده تضخم في القلب. تضخم يعني حاجة زادت. طيب أيوه. نشوف ده في الاقتصاد معنى ايه كده. انا باخد 1000 جنيه، كيلو الرز ب5 جنيه فرضا، يبقى انا المرتب بتاعي ال1000 جنيه يجيبوا لي 200 كيلو رز. صحيح. لو جت الحكومة قالت والله انا اديت علاوة 10%، يبقى الحكومة زودت الراتب بتاعي من 1000 ل 1100 جنيه. يبقى مفروض ال 1100 جنيه يجيبوا لي 220 لما كان الكيلو الرز ب5 جنيه. طب لو كيلو الرز بقى ب8 جنيه، يبقى النهارده قيمة ال 1100 جنيه يجيبوا لي 138 كيلو رز. يبقى زيادة الأموال، أو حتى لو الأموال ثبتت مكانها، نقص السلع والخدمات اللي بحصل عليها. هو ده اللي يحدث، تضخم للإيرادات وانكماش للسلع والخدمات اللي باخدها. بس باختصار شديد. طيب ليه احنا اللفظ بقى العلمي لما نيجي نقول في